ده بيبقى شكلنا بالظبط واحنا بنصحح اسئله الشورت انسر. مش عارف. طب وحياة لما انا لما وحياتي لا اللي هو صفر. يعني مش قوي كده يعني، بس احنا بنبقى فاكرين ان اسئله الشورت انسر اسئله سهله وهتجيب درجات كتير، يعني اسهل كمان من الام سي كيو، لان الام سي كيو يا اما الاجابه صح او غلط، لكن الشورت انسر ممكن اخد نص الدرجه او حتى اكتر حسب الاجابه بتاعتي، فبالتالي هي اسهل. بس ليه معظم الطلبه بتاخدها غلط وبتجيب درجات قليله، او حتى كمان بتنقص درجات كتيره جدا او درجه السؤال كامله؟ فالنهارده هنشوف اشهر الاخطاء اللي بتظهر واحنا بنصحح اسئله الشورت انسر. الخطأ الازلي في كل الاسئله عامه، الطلبه ما بتقراش السؤال كويس. لازم نقرا السؤال كويس ونقرا السؤال كامل. يعني مثلا كلمه مثلا compare، ان انا بقارن ما بين حاجتين، غير لما اكون طالبه منك definition، غير لما اكون طالبه سبب لحاجه معينه بتحصل. انا اوقات كتيره قوي بحس ان انا الطلبه اكيد ما قريتش السؤال كويس، لان هو وانس بيشوف كلمه معينه او تعريف حاجه او حاجه هو عارفها، فبيكتب الكلام اللي هو عارفه عنه من غير خالص، بعيد خالص عن السؤال، فده طبعا هينقصك درجات كتير. تاني خطأ وده برضك منتشر قوي، ان احنا مش بنقرا السؤال للاخر، فبالتالي ما بنجاوبش كل السؤال. يعني اوقات كتير انا ممكن اكون طالبه مثلا definition لحاجه معينه، فحلو قوي الاقي الطلبه كلها كاتبه الديفينيشن، بس كمان ببقى طالبه يا ريت يعني في اكزامبل كمان. ده باقي السؤال ان انت تقول الديفينيشن واكزامبل، لا بلاقي ان في طلبه كتير قوي بتنسى انها تكتب اكزامبل، مع انهم انا متاكده ان هم عارفين، لان هم اوريدي شاطرين، ان هو عارف يجاوب على السؤال، عارف يجاوب الديفينيشن، فالاكزامبل مش حاجه صعبه قوي، بس هو عشان ما قراش السؤال كويس فبيجاوب نص السؤال بس. حتى لو كتبت كتير ما زال انت هتاخد نص الدرجه. ليه؟ لان كانت السؤال طالب منك جزئين وانت جاوبت على جزء واحد. تالت خطأ ان احنا بنضيع الوقت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن يكون عندي اربع اسئله شورت انسر، انا باخد اول سؤال واهتم بيه قوي واكتب فيه كلام كتير جدا 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 واضيع الوقت، واكتب فيه بقى معلومات اكتر من المطلوب عشان انا مذاكرهم، لكن في الاخر اسيب الاسئله التانية، انا كده ديفينتلي هنقص درجاتهم. فيبقى انا اهتمامي بسؤال واحد وضيعت فيه وقت كتير، ده ما فادنيش. لازم نفتكر ان ده شورت انسر، احنا مش عايزين منكم تكتبوا كتير، احنا عايزين بس معلومه معينه موجوده هتاخدوا الدرجه، مش موجوده مش هتاخدوا الدرجه. والخطأ اللي بعد كده ان احنا بنكتب اجابات مش واضحة، يعني نقعد نكتب هو وهي وبروناونز كتير وكلام كتير مش واضح ومفيش جمل تركيبها صح. طب الشخص اللي بيصحح هيفهم الجملة ازاي لو انت مش كاتب جملة صحيحة؟ الشخص اللي قدامك كمان مش هيفهمها، ومش هيفهم انت تقصد ايه او ان انت اساسا فاهم المعلومة ولا لا. فاحنا اوقات كتيرة بيبقى في كلام كتير جدا مكتوب، لكن لا في جمل صحيحة، لا انجليش ولا عربي، وبنبقى ساعتها احنا مش عارفين طب انت تقصد ايه. فطبعا حاجة زي كده هتنقصك درجات كتيرة جدا حتى لو انت فاهم، بس لو انت فاهم ومش عارف تكتب جملة صحيحة خلاص مش هتاخد الدرجة. الخطأ اللي بعد كده ان احنا بنكتب اجابات عكس بعض. يعني انا ساعات بحس الطلبة بتكتب لي اجابتين واختاري انت الصح فيهم، يعني يا دي يا دي. طبعا انا مش هختار، انا الامتحان ليك انت مش ليا انا، فبالتالي انت كده ممكن تنقص درجات لان انت مش عارف الاجابة، فانت بتديني اوبشنز يعني مختلفة. فناخد بالنا، احنا نركز الاجابة اللي احنا واثقين فيها هي دي اللي نكتبها. لو احنا مش متأكدين نحاول نشوف انهي واحدة فيهم هي اللي اقرب للاجابة الصحيحة. طبعا الخطأ اللي بعد كده وده خطأ مشهور برضك، ان احنا نسيب السؤال فاضي خالص، انا مش عارف الاجابة فانا هسيبه خالص وهنقص درجاته كلها. لازم ناخد بالنا من حاجة، السؤال ممكن يبقى مثلا عليه 4 درجات 5 درجات، في نقط كتيرة قوي انت ممكن تتكلم عنها. فلو مش عارف الإجابة بالظبط انت ممكن تقرب، يعني تقول انا النقطة دي مثلا هتجاوب على حاجة فيها، هدي المثال او هدي حاجة معينة، بحيث ان انت تساعد الشخص اللي قدامك ان هو يديلك درجات لو هو يقدر. لكن لو انت سبت السؤال فاضي خلاص انا مش هقدر اساعدك بحاجة. في نفس الوقت انت لو مثلا مش حافظ الديفينيشن او بنفس الكلمات بالظبط اللي هي كانت موجودة في المحاضرة، قول اللي انت فاهمه، مش لازم تكتب الحاجه زي ما انت حافظها بالظبط، عادي ممكن ننسى. بس في نفس الوقت احنا لو هنكتب بلغه مثلا بعربي او انجليش، زي ما بقول تاني لازم نكتب جمل صحيحه. يعني اوقات كتيره جدا انا بحس في ناس بتجاوب بالشورت انسر كانهم بيبعتوا رساله على الواتساب، يعني بيقولوا لي بصي كذا كذا مش عارفه ايه، او يقولوا لي حاجات غريبه كده كانهم بيكلموني فيس تو فيس مش بيكتبوا في امتحان. طبعا انت طالب جامعي، كتابتك ليك وان انت تكتب جمله صحيحه دي حاجه اساسيه. طيب والحل ايه؟ اول حاجه اتاكد من المطلوب من السؤال، يعني اعرف السؤال ده عايزني اشرح ولا اعرف حاجه ولا اقارن ما بين حاجتين.
تاني حاجة ان انا اجاوب بايضاح وبايجاز كمان، لان ده شورت انسر، مفيش وقت ان احنا نكتب كلام كتير. اتاكد ان انا قريت السؤال كله وجاوبت على كل اجزاء السؤال، لو طالب مني اكزامبلز اضيفها، واحاول على قدر الامكان ان انا ما اسيبش اسئله فاضيه. ربنا معاكم، وان شاء الله تجيبوا كل الدرجات اللي انتوا عايزينها، وبالنجاح باذن الله والتوفيق.